ما خسرش ولا ماتش من اول الموسم، يعني فيوتشر ماسك الفرق وهاتك يا مكسب وما خسرش ولا ماتش خالص. يجي بقى قدام نادي الزمالك لازم يخسر يا جماعه. انا نفسي بجد والله العظيم اشوف فيوتشر بيكسب نادي الزمالك. يعني انا مش فاهمه والله. يعني شوفوا يا جماعه من اول الدوري لحد دلوقتي فيوتشر يعني بيكسب والمركز الثاني وما خسرش ولا مباراه، والزمالك اللي عمال يخسر ويتعادل من طوب الارض وحالته بالبلا وضايع كسب فيوتشر. هيجي بقى دلوقتي يقولوا لك إيه فيريرا هو اللي كان السبب وكان في مشكله باين مادام كان بيخسر دايما، واسامه نبيه دلوقتي اول مباراه كسبها هيطلع بقى على قناه نادي الزمالك 6-7 ساعات بيمجدوا في اسامه نبيه، وده ممكن يكملوا بيه وما يجيبوش مدرب اجنبي اساسا. طب يا جماعه في ايه بجد والله؟ يعني بجد وحياة ربنا فيوتشر من اول الموسم لحد دلوقتي كويسه وما خسرتش ولا مباراه. يعني جت بقى قدام نادي الزمالك لا عليا النعمه لا اخسر واديك ال3 نقاط، يعني اديك ال3 نقاط يا زمالك. هو عامه مش مؤثر لينا في حاجه. يعني هو انت يا زمالك لازم الاهلي يسافر علشان تكسب؟ يعني مش مشكله. دلوقتي نادي الزمالك بيفوز على فيوتشر 2-1 وبيحصد النقاط 29 نقطة وبقى في المركز الرابع، وفيوتشر كده زي ما هو يا جماعة في المركز الثاني. طب يا جماعة يعني وفي اخبار منتشرة بتقول ان امام عاشور هيمشي مش هيكمل، والزملكاويه بصراحه زعلانين بقى طبعا. يعني امام عاشور لاعب مهم جدا بالنسبه لهم، فهم زعلانين ان امام عاشور هيمشي. ويا جماعه ده اول فوز لنادي الزمالك من سنه، يعني الزمالك ما فاز ولا مباراه في السنه الجديده. اول فوز لنادي الزمالك على فيوتشر في السنه الجديده يا جماعه. ومبروك عليك ال3 نقاط يا غريمي، وان شاء الله يعني ان شاء الله الدوري هيكون في الجزيره. يعني ان شاء الله. يعني الواحد كان بيتمنى النهارده ان فيوتشر، انا يا جماعه بجد والله حاجه مضحكه جدا. فيوتشر بيخسر من الزمالك. يعني انتوا متخيلين فيوتشر اللي ما خسرش ولا مباراه بيخسر من الزمالك اللي كل الفرق يعني مبهدلاه. بس ان شاء الله الدوري يكون في الجزيره. واهم حاجه يا جماعه نركز في كاس العالم للانديه يا جماعه، نركن الدوري ده دلوقتي. كده ان شاء الله الدوري في الجزيره.